قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كما ورد في الآية 30 من سورة ياسين. وقال تعالى: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، كما ورد في الآية 52 من سورة المائدة. السلام عليكم أخوتي وأخواتي متابعي قناة معرفة الصواب، معكم عباس جميل السلطاني. سألني أحدهم عن معنى الندم ومعنى الحسرة. الندم هو الشعور بالألم على فعل خاطئ أو تفويت فرصة. الندم هو شعور بالضيق والمغص على أفعال سابقة أو تقصير في أمر ما. درجات الندم: يمكن للندم أن يكون على مستويات مختلفة، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون يأسا تاما. أسباب الندم: قد يكون بسبب فعل خاطئ قام به الشخص، أو بسبب عدم قيامه بفعل كان يجب أن يفعله. قال سيدنا الإمام علي عليه السلام: الندم على الذنب يمنع من معاودته. أما الحسرة هي ندم عميق ومستمر مصحوب بتلهف ويأس، لدرجة أن المرء يشعر بأنه لا يستطيع تدارك ما فات. يوم الحسرة يشار به إلى يوم القيامة في القرآن الكريم، وهو يوم الندم الشديد على ما فرط فيه الإنسان في حياته. والحسير هو ضعيف النظر، لا يرى الأشياء البعيدة بوضوح فيتحسر عليها. شكرا جزيلا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا تحياتي محدثكم عباس جميل السلطاني.